Hello everybody، اهلا بكم في فيديو جديد مع Pronunciation Police في سلسلة الجرامر. الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل اللي انت محتاج تعرفه عن present simple، بغض النظر عن التعقيدات بقى والحاجات المعفنة اللي انت بتقعد تحفظها وما اعرفش ايه. ابعد بقى عن الكلام ده خالص، هتتعلم اللي انت كل اللي انت محتاجه بس في present simple. كمل معايا الفيديو ده للاخر عشان هعمل لك تيست في اخر الفيديو يثبت لك ان انت فعلا قدرت تتعلم present simple في اقل من 5 دقايق. يلا بينا. مبدئيا البريزنت سمبل هو الزمن اللي بيتكلم عن العاده او الحاجه اللي بتحصل بشكل دوري او بشكل يومي، كل يوم مثلا، كل شهر، كل سنه انت بتعمل حاجه معينه. اي زمن في الدنيا بيجي بشكلين، هو الشكل الاكتيف بتاعه والشكل الباسيف او المبني للمعلوم والمبني للمجهول. زي مثلا لما اقول لك في الجمله ديت I play football every day، هنا ده اكتيف علشان في I الفاعل موجود، فده مبني للمعلوم، انت عارف مين اللي عمل الفعل. او مثلا في جمله ثانيه لما اقول لك he plays football every morning، he plays football every morning، ده برضو active علشان هي موجودة، فده الفاعل فهو موجود عندي في الجملة. دي جملة تانية we، وهي اللي احنا ممكن نقول فيها we wake up early every day، we wake up early every day. أو مثلا في الجملة دي she studies English، she studies English. يبقى أنت هنا كده لاحظت إن هنا في الشكل الأكتيف عندك حاجتين، في عندك I we you they وعندك he she it. I we you they الفيرب بينزل زي ما هو، ما تحطلوش s، ينزل زي ما هو. إنما أي حاجة تانية بقى he she it لازم الفيرب تحط له s. طيب لو حبيت ان انا انفي في البريزنت سمبل، انا بنفي بأداتين، يا اما don't يا اما doesn't. I we you they don't، he she it doesn't. لو تفتكر قلت لك he she it بتاخد s، فدي تفتكر بيها ان انت لازم تحط في النفي doesn't مش don't خالص. He does not like English، he does not like English. She doesn't work، they don't want to travel. يبقى أنا هنا لو تلاحظ he و she حطيت لهم doesn't، انما they خدت don't. طيب ايه هو بقى الباسيف يا معلم في البريزنت سمبل؟ الباسيف عندك في البريزنت سمبل بتستخدم له اداتين، is مع المفرد، are مع الجمع. وما تنساش تحط بعدهم الفيرب في البي بي او الباست participle. الباست participle هو الماضي التام للفيرب. لما تحول الجمله من الاكتيف للباسيف وتستخدم is او are اللي هي الادوات بتاعتنا في الاكتيف والباسيف، لازم الفيرب اللي يجي بعدها يبقى في الباست participle الماضي التام. زي مثلا في الجمله دي لما اقول لك the cheese is eaten. طب لو انت عايز تطلع الفاعل بقى معاك في الجمله كده، يعني حبيت ان انت تطلع الفاعل وتعرف مين اللي كل الجبنه، هتحط by والفاعل بعدها. مين فيكوا يا كلاب اللي كل الجبنه؟ The cheese is eaten by her. وبرضه لو عايز تحط الفاعل by وبعد كده تحط الفاعل by him. He's killed by him. The goods are delivered by them. التست بقى اللي انا عامله لك في اخر الفيديو، انا هديك الجملتين دول هتحولهم لي من الشكل الاكتيف للباسيف، واسرع واحد يقدر يعمل ده في الكومنتس هعمل له شاوت اوت وهاخد الكومنت بتاعه معايا في الفيديو اللي جاي. حاول تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه عن سلسله الجرامر، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.